السلام عليكم. النهارده بإذن الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدًا، اللي هي إزاي نستخدم الPostgres، وهل الPostgres استخدامه مثلًا هيكون مختلف وهي حاجة صعبة في الاستخدام؟ بالعكس، الPostgres بالنسبة لنا في الDotNet استخدامها سهل جدًا. كل اللي إحنا هنعمله النهارده إن إحنا ننزّل packages. دي الpackages اللي إحنا بنستخدمها أساسًا في الentity framework زي entity framework core design tools. والمرة دي هننزّل بس package جديدة اسمها MB-SQL entity framework .postgresql. تمام. وبعد ما ننزّلها، إيه هي الحاجة اللي هنضيفها جديدة؟ هنروح للprogram بتاعنا، هنقول له بدل ما كان الconnection string بتاع الoption بتاخد إن هنadd ديّة الget connection string بتاعتنا، هنقول له هنا use NB NBG-SQL اللي هو PostgreSQL يعني. تمام. وبس. وكل الخطوات اللي إحنا بنعملها في بُنى أي entity framework بتاعنا هي زي ما هي. فبالتالي مثلًا عندنا هنا في الprogram بتاعنا هنروح للapp db context. عندنا entity اسمها items اللي هو هنا الclass ده id name وdescription. نروح هنا لapp db context هنقول له dbset طبيعي جدًا بتاعنا هندّي له هنا الconstructor نعمل dependency injection وندّي له الoptions بتاعتنا. كل حاجة زي ما إحنا عايزينها. بعد كده هنروح للprogram CS نقول له إن ده db context هيروح للdb context بتاعتنا، وهنعمل migrations عادي جدًا. يعني آدي هنا الملف اللي فيه الmigration. كل حاجة زي ما إحنا بنعملها طبيعي جدًا، ما فيش أي مشكلة. طيب، بعد كده نروح للitems controller. هنعمل هنا الcontroller بتاعنا اللي بيextend طبعًا من class الcontext. طبعًا إحنا نقدر نستخدم الgeneric، نقدر نستخدم generic repository، نقدر نستخدم Unit4، كل اللي إحنا حابينه. ولكن ده example سريع للاستخدام للPostgres. وهنا الcode operation كاملة أدي الget كلها .toList async. وهنا اللي أنا get by id find async by id. كل الخطوات اللي أنا عايزها. طبعًا save changes كل حاجة زي ما إحنا عايزينها. تمام. وأنا هنا مُرنّن المشروع باستخدم Scalar. مستخدم الscalar as إن هو يكون الAPI بتاع reference. وهنا مثلًا خلّينا نجرّب نget كل الdata test request هنا بادّي له send جاب لي إن ID to خالد. تمام. خلّينا مثلًا نضيف واحد جديد. طيب خلّينا نغيّر الاسم مثلًا من خالد، خلّينا نسميه مثلًا عمر وdescription مثلًا جاد. تمام. وندوس send. تمام. بقى عندي ID 3. طيب نروح هنا للdatabase بتاعتنا بتاعة الPostgres وندوس هنا send. ضاف لي هنا عمر وهنا جاد وهنا الID بتاعه ب3. وهنا أقدر get by ID أغيّر هنا مثلًا ل3. تمام. وكل حاجة شغّالة طبيعية جدًا. الPostgres ميزته في الdeployment بتاعه إن الPostgres بيشتغل هو open source فبيقدر يرفعه على Linux. عكس الmicroservice SQL Manager اللي هو الSQL Server Manager ده علشان ترفعه بيحتاج إن هو virtual machine بتكون من Windows. فبالتالي الdeployment بتاعتها بتكون مش أحسن حاجة. فالأفضل دايمًا إن إحنا نستعمل Postgres لإن الPostgres open source Linux friendly. فهيكون حلو جدًا في الdeployment وعمليات الdeployment. ف ليه ما نستعملش حاجة زي كده، وخصوصًا إن هي سهلة. يعني إحنا بس كل اللي إحنا عملناه جديد بس نزّلنا package خاصة بيه وعملنا له use MBG SQL هنا وتمام. وهنبدأ نشتغل عادي زي أي entity framework كنا بنشتغل بيها قبل كده. فأنصحكم تجربوها. جميلة جدًا. هتكون مفيدة جدًا ليكم حتى في عملية الشغل بعد كده قدّام. إيه رأيكم في الPostgres SQL؟ هاحتاج أسمع رأيكم فيها لاستخدامها. إيه رأيك فيها في حتة الdeployment؟ وأتمنى يكون الفيديو عجبكم.